أول يوم برمضان أكثر الناس متعودة تاكل الأكلات تحتوي على اللبن، كبة لبنية، ششبرك، الباشا وعساكره، من هالأكلات الطيبة. لكن الشخص اللي ياخذ بعض أنواع المضادات الحيوية مثل السيبروفلوكساسين أو التترادوكس تتراسكلين، يستخدم لعلاج مثلا الآفات الجلدية أو بعض التهابات المجاري البولية. بعض الأدوية تستخدم لعلاج التهابات المجاري مثل ما قلنا السيبروفلوكساسين مثلا. هذه الأدوية يا جماعة الحليب أو اللبن أو أي شيء من مشتقاتها يقلل بشكل كبير من امتصاصها، بالتالي يقلل من فائدتها. عشان هيك إذا أنت بدك تاكل شيء من هاي الأكلات الطيبة اللذيذة وقام تستخدم دواء التهابات يحتوي على السيبروفلوكساسين أو التتراسكلين، أو أنت أساسا ما تعرف التركيبة، لازم تسأل الطبيب أو الصيدلي هل هذا من الأدوية اللي يتداخل مع الحليب ومشتقاته، لأنه إذا استخدمته وما راعيت فرق الوقت بين أخذ الدواء وبين الكبة اللبنية راح يقل بشكل كبير امتصاص هذا الدواء، وبالتالي تقل فائدته. على الأقل لازم تأخذ مثلا السيبروفلوكساسين تترك ساعة بين أخذ الدواء وبين الأكل، يا أما قبل يا أما بعد. والتتراسكلين تترك على الأقل 4 ساعات قبل أو بعد. وعليكم العافية ورمضان كريم وإفطار شهي.